انا عايز اقول لكم في كل مشروعاتنا اللي بنعملها انتم هتجدوا تشكيك، وهتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على الاجراء اللي احنا بنعمله، اللي هو والله انا بحلف هدفه من الاول للاخر مصلحه للكل. انا بنتكلم النهارده بعد ما المحور اتعمل وبقى يعني بيدي حريه حركه عظيمه جدا جدا. احنا عملنا ده كده المحور الرابع تقريبا بعد الكورنيش وابو قير، ومن المحاور اللي كانت موجوده بتاخد طول اسكندريه بالكامل المحور ده موجود. طب بقول كده برضو دلوقتي ليه؟ لان احنا المحور ده ان شاء الله هيوصل للبحيره. ان شاء الله المحور ده هيوصل للبحيره. فالبحيره هنا كان في 30 مسجد وتعديات اخرى كثيره احنا ازلناهم، لكن عملنا. وكان واحنا بنعمل ده كانت الناس بتتشكك، يقول لك بيهدوا الجوامع، بيهدوا مساجد ربنا، بيهدوا يا دكتور علي مساجد ربنا. طب احنا بنهدها عشان احنا كارهين ولا عشان نعمل مصلحه وهنبني تاني مسجد مظبوط؟ وانتوا دلوقتي هتشوفوا الكلام ده. انا بقول الكلام ده للمصريين. اهل اسكندريه عرفوا وشافوا، اهل اسكندريه عرفوا وشافوا. بالاضافه ان المساجد دي اللي كانت موجوده على سبيل المثال، واللي القنوات المسيئه اللي عايزه دايما تكلمكم كلام والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس هم ما يعرفوهوش، والله ما يعرفوه. ويقول لك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا. شوف المصريين احنا استغفر الله، يا رب تبقوا زينا، يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. انتوا بتخربوا الشعوب وبتدمروها وبتدمروا الامم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا اللي احنا بنبني ونعمر. هو ده المنظر اللي كان موجود اللي كنا بنتعاير بيه قبل كده. يقول لك شوف المصريين، شوف شكلهم عاملين ازاي، شوف فقرهم عاملين ازاي، شوف خيبتهم عامله ازاي. انا بكلمكم واحنا بنفتتح وسعدة. البحيره فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعه، على حرم الترعه. هو اللي عايز يبني حاجه لربنا يهادي ربنا ويعمل له بيت يسرق ارضه؟ دي سرقه. وبالرغم من كده ان شاء الله هنشيل وهنعمل مكانها. طب برضو الناس اللي بنت، بتكلم في 5000 محافظ البحيره هشام امن موجود؟ ايوه برضو موجود. هو هنا فندم. طيب شوف، انا بشكرك الاول وانا معاك والدوله معاك، بس احنا كمان مش عايزين نضر الناس. جهز لي اراضي يا دكتور مصطفى. حاضر فندم. واحنا رغم ان هم تعدي على الاراضي، يعني بناء على اراضي الدوله، لكن احنا مش هنضيعهم. 5000 وحده 6000 وحده نعمل، حدد لنا اراضي، والقرار متاخد دلوقتي عشان الناس تسمعني هناك في على وتستكمل، ما يبقاش فيه اي حد موجود على خط عشان نستكمل ال 50 كيلو دول. يبقى احنا اول مره نعمل محور جوه من اول اسكندريه لغايه عمق الدلتا بطول 70 71 72 كيلو، بشكل اتمنى ان احنا خلال سنتين نكون قدرنا يا دكتور مصطفى باذن الله نعمله. خاصه ان احنا مش هنردم الترعه هناك، لا ده احنا هنهذبها ونعمل لها التبطين بتاعها اللازم، لكن نعمل على الاقل 3 4 محاور على كل ضفه من الضفاف بتاعتها، وندي ونعمل المساجد بنفس النمط اللي احنا عملناه هنا، ونعمل ايضا مساكن لاهلنا اللي موجودين اللي تعدوا. لكن احنا بنحاسب نفسينا على امور حصلت في الدوله خلال السنين اللي فاتت، وبنقول اللي الدوله ما خدتش بالها منه، اللي المحافظ ما خدش باله منه، التجاوز اللي تم احنا ندفع ثمنه، مش الناس اللي تدفع ثمنه، احنا اللي ندفع ثمنه
مش الناس يا دكتور مصطفى. باذن الله. شكرا. حاضر يا فندم.